القصة دي فعلا حقيقية، حصلت معايا أنا وجوزي من 10 سنين. أول حاجة كده عاوزة أعرفكم عن نفسي بشكل سريع. أنا منال، عندي 36 سنة ومتجوزة وعندي 3 عيال وشغالة في بنك. في أول الجواز كنت قاعدة في منطقة بعيدة شوية عن المدينة، وكنت قاعدة في بيت كبير شوية، كان معايا خدامة وأختي. وفي من الأيام كانت أختي مسافرة برا مصر، كان عندها شغل برا. واليوم ده كنت زعلانة جدا على فراقها، وكنت خايفة اني مشوفهاش، وده الاحساس اللي كان مستمر معايا اليوم ده. ونمت على الحالة دي. تاني يوم لقيت جوزي بيبصلي بطريقة غريبة. وللعلم انا جوزي متعلم، ومبيأمنش بالاشباح ولا بالارواح ولا الحاجات الغير مرئية. وبعدين سألت جوزي بقوله انت بتبصلي كده ليه؟ قال لي هو انت مش فاكرة اي حاجة من اللي حصلت امبارح؟ قلت له لا، حصل ايه؟ لقيته بيقول لي الساعة 3 الفجر سمع صوتي وانا بتكلم وبضحك بصوت عالي جدا، لدرجة انه صحى على صوتي. والأوضة بتاعتي كانت ضلمة، فقاد النور اللي جنبه فلمح ضلي على الحيطة، فقال ممكن تكون بتكلم في التليفون او كده. فبعدها قام بكلم مين الوقت ده وليه بضحك بالصوت العالي ده. فقام لقاني واقفة قدام حيطة في الصالة، وبصل للحيطة بضحك بطريقة غريبة، وورايا خيال اسود شبه البخار كده بيتحرك بطريقة غريبة، وبيتحرك ببطء جامد ويخش الحيطة. فأنا لفيت وبصيت لجوزي وضحكت ودخلت نمت. ولحد دلوقتي أنا مش عارفة ايه ده ولا جوزي. بس الغريب من كل ده، أنا تاني يوم لما صحيت ما حسيتش بأي حاجة، ولا كأن أختي سافرت، ولا أنا عيطت، ولا أنا كنت زعلانة، ولا أي حاجة. ما كنتش حاسة بأي حاجة. مش عارفة لحد دلوقتي ايه ده، ومن حقك ان انت تصدق او لا، بس ده اللي حصل معايا فعلا انا وجوزي. ودي تكون قصة أستاذة منال، وعليك انك تصدقها او لا. وهنا هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وقول رأيك في التعليقات. شكرا.